هل سألت نفسك يوما أين كان الله قبل أن يخلق الزمان والمكان؟ وما أول شيء خلقه ربنا سبحانه وتعالى؟ هي أسئلة بدأت تتردد في قلوب المتفكرين، لأن البداية يا صاحبي فيها سر العظمة، وفيها يرتسم المعنى الحقيقي لقولنا الله أكبر. أين كان الله قبل أن يوجد كون؟ الله سبحانه وتعالى كان ولا مكان، وكان ولا زمان. في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، بمعنى كان الله وجوده سابق على كل وجود، لا يقيده مكان ولا يحده زمان. الله ليس كمثله شيء، هو الذي خلق الزمان وخلق المكان، فكيف يسأل أين كان وهو الذي أوجد الأين؟ تخيل معي يا صاحبي، قبل الكون، قبل أن تكون السماوات والأرض، قبل أن تكون الذرة والمجرة، هناك كان الله بذاته وبكماله وبجلاله. هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فوق كل شيء والباطن دون كل شيء. ما أول خلق خلقه الله؟ تعال نسأل سؤالا جميلا: إذا كان الله قد خلق كل شيء، فما هو أول ما خلقه؟ الإجابة وردت في أحاديث نبوية صحيحة. في سنن الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. الله أمر القلم أن يكتب كل شيء قبل أن يخلق الزمان، قبل أن توجد النفوس، قبل أن تنبض الحياة. إذن أول ما خلقه الله القلم، ثم خلق اللوح المحفوظ فسطر فيه كل شيء. ما معنى أن يكون الله قبل الزمان؟ الله لا يحاط بوقت، لأنه هو الذي خلق الوقت. الزمان مخلوق، وكل ما يحدد بالزمان هو مخلوق أيضا. تخيل معي، ساعة الجدار تستند إلى الجدار، والزمان يستند إلى من؟ إلى الله، الذي لا يحتاج إلى أحد ولا يعجزه شيء. هو من قال كن فكان، وبكلمة أوجد الأبعاد وفتح